فكان بيعمل اجتماع لرجال الدوله من وزراء وقضاه ورجال الجيش، ويحط لهم مخدات منفوخه هواء، فلما يقعدوا تطلع الهواء فتطلع اصوات غير حضاريه، ويفضل يضحك عليهم. الواد كان اهبل صديقي المشاهد. وصلت معاه انه في يوم قرر يعزم المسؤولين والوزراء اللي طلعنا عينهم معاه، وفضل يشربهم خمره لغايه ما فقدوا الوعي وناموا في المجلس. استناهم يناموا ودخل عليهم اسود والنور، وفضل قاعد للصبح مستنيهم يقوموا من النوم عشان يشوف رد فعلهم ويضحك. ايه الجبل كمان كان نزيه قوي، فكان عامل لنفسه مشنقه من الحرير الارجواني عشان يشنق نفسه، وكان حاطط سيوف من الذهب حوالين القصر عشان لو حد قرر يقتله ما يقعدش يدور كتير ويقتل نفسه هو بسرعه. وكان عامل مشروبات من السموم الممزوجه بالاحجار الكريمه، بحيث يعني لو عايز يشرب مشروب قبل ما ينتحر. كان دلوعه قوي في نفسه صديقي المشاهد، لدرجه انه كان باني برج من الذهب المرصع بالجواهر، في حاله يعني لو هف الشوق يرمي نفسه من مكان عالي. وفي النهايه كل ده راح في الفاضي عادي. جنود الجبل ذبحوه وهو مستخبي منهم في الحمامات سنه 220 ميلاديا بعد 4 سنين من حكمه، وسحلوا جثته في شوارع روما، واترمت في النهر واختلطت جثته مع مجاري روما.